نزل امبيلونس في البلاد. طبيعة نورمالمون احنا بلاد غرملح سورتو في الصيف تدخل في النهار في 2000 كرهبة. بحرنا غدار معروف لازم ديما امبيلونس فيكس حتى في الشتاء كان لازم. فيها بلاش امبيلونس شيء ما منه واحد يعمل اكسيدون امبيلونس حب 3 سوايع بيجي لما هو مات ان شاء الله روح. كيما شكون؟ كيما وديع الله يرحمه عمل اكسيدون قعدت ساعتين الامبيلونس باش تخلصت ما خلصت هي لما قصد ربي. من وقت فرنسا توا ما عندناش خلينا مرة في مرة وباقي ما عندناش امبيلونس. بالحق يلزمنا عندنا ولد ذا وديع اللي عمل اكسيدون عاجي نهار باش جاتو الامبيلونس هو ملاوح مريض. شنو صار له طفل؟ مات في الاخر شنو باش يصير؟ مرض زادت حالته تعكرت. بالحق يلزمنا نسحقوها الامبيلونس بالحق برشا عباد باش يموتوا من جرتها. امبيلونس نجيب غدا امبيلونس هوني تبدا تجري ذاك الحفر واحد والمريض يزيد يتخضخض اذا كان هو مكسر ولا ضلوع حاجه تكسر ضلوع مره اخرى يعني متاخرين ياسر بودنا احنا بودنا غير حتى مش في الامبيلونس بركه في برشا اشياء في الطرقات في النظام في كل شيء. فما حاجات أفجل من الأمبيلونس في البلاد. مثلا العباد تحب تخدم هي. الأمبيلونس يعني مش حاجة أساسية لحد الآن. لازمنا بالاشتغال. عليه؟ عليه ممكن الواحد يعمل اكسيدون ولا حاجة مو نلقاو. إجبارية أمبيلونس على خاطر يعني وخاصة في الصيف تكثر عنا الحوادث والسواح يعني العباد تعوم وفما يوقع برشا غرق فهمتني. أنا قداش من حالة أنا طلعت برشا حالات فما حتى اللي مات قدام عينيا يعني وما جاش الأمبيلونس. يعملوا بيها امبيلونس البلاد سهلة امبيلونس تحب لها تكلفة كبيرة ياسر الدولة ضعيفة احنا ما عندناش فلوس وايد الدولة فيها الحمد لله العباد لا يمرضوا لا حد شيء فماش برشا معناتها حالات استعجاليه كبيره ياسر وبعد هذا ودونا راس جبل قريبه هاكا العباد كل تبارك الله عايشين في خير ونعمه اقل دار فيها زوز 3 كراهب فيها موتورات ما نستحقوهاش زايده كان واحد باش يموت عزرايل مش في الشاور شوفير تاع الامبيلونس ولا الفربلي. لازم عليه؟ وفما برشا سراق تو الدنيا داخله بعضها. البلايص الكل يجيوها ديما تصير حوادث يعني غرق حاجات يعني الامبيلونس تجي بعد شويه بعد 4 سوايع مش معقول لازم امبيلونس غير مليح. بالطبيعة لازم امبيلونس في الغرملة حاجة اورجونس يلزمها امبيلونس هذا اذا كان ما عملولناش استعجالي في الغرملة. انا عندي خويا صغير مات عمره 20 سنه تضرب في الطريق اللي ينزل للبر للشط وتعطلنا على حكايه الامبيلونس خويا جبت فوق الساعه وهو ملوح في الكياس باش خلت الامبيلونس وهكا بشهاده شيف المركز وقت فميكا والعباد وقتها فما فوق الساعه يعني انا تضرب قبل ما نمشي الله اعلم بقداش وخلطت انا فما اللي انا فميكا فما شي ساعه غير ربع وقبلي انا قداش عدى ملوح يعني فوق الساعه بكش جبت فوق الساعه ونص وهو ملوح باش جات الامبيلونس هزته وتوفى. كل حكايه من جرة الامبيلونس نجم كان خلطت بكري شويه ممكن ياسر منعوه العمار بيد الله اما يلزمنا امبيلونس. ان شاء الله مطلب كما هذا ما نتصوروش مطلب تعجيزي ولا مطلب صعيب والدوله قاعده تعطي واحنا غير يلزمنا خاطر والله تظلمنا ويلزمنا ما خذينا حد شيء. اذا كان البلاد امنيتها باش تعمل امبيلونس حاجه بسيطه امبيلونس واللي فيه الخير
ربي يسهل فيه، وان شاء الله الناس اللي حبيناهم والناس اللي انتخبناهم والناس اللي يكونوا في المستوى وينظروا لغار ملح. ما نقولش نظره، لا نقول شفقه لا رحمه، على خاطر احنا ماناش مثل الماركه نحبوا الشفقه ونحبوا الرحمه. نظره ولا معامله عادله.